بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في مراسيم التوقيع الرسمي لخطاب النوايا لاستضافة كأس العالم 2030 من قبل الاتحاد البرتغالي الجامعة الملكية الإسبانية لكرة القدم. مرحبا بكم زملاء الصحفيين. نرحب أيضا بالسادة السفراء وكل الحضور في هذه الندوة والتي ستسبقها كما قلت سابقا مراسيم التوقيع الرسمي على خطاب النوايا لاستضافة كأس العالم 2030. في البداية نبدأ بكلمة. أولا قبل البداية لابد أن أذكر بأن الترجمة الفورية فهي في متناولكم. القناة الأولى الإنجليزية، القناة الثانية الفرنسية، القناة الثالثة العربية، والقناة الرابعة الإسبانية، والقناة الخامسة البرتغالية. في برنامج هذا الحفل فهناك كلمات ستقدم من قبل رؤساء الاتحادات الثلاث والجامعات الثلاث. البداية سنفسح المجال للسيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ليلقي كلمة في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أصدقائي رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم السيد فرناندو، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السيد بيدرو، معالي السادة السفراء، أيها الحضور الكريم، ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية. أولا أتشرف وأنا سعيد بأن أرحب بكم في هذه المعلمة الكروية مركب محمد السادس لكرة القدم الذي شيد بإشراف فعلي وعناية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. باسم عائلة كرة القدم الدولية والوطنية نجدد تشكراتنا لجلالة الملك نصره الله على هذه العناية التي يحيط بها كرة القدم على وجه الخصوص والرياضة بشكل عام. أرحب بكم ونحن بصدد توقيع اتفاق مشترك لترشيح واحد يجمع 3 بلدان ويجمع قارتين لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، مؤمنين جميعا بأن هذه التظاهرة الرياضية ستشكل استثناء حقيقيا في تاريخ كرة القدم لسماحها بفسح المجال لتجدد وإنعاش الإرث الحضاري الذي يجمع بلداننا لمدة تزيد عن 10 قرون. ستكون فرصة سانحة لهذه البلدان لتعبر مرة أخرى عن تاريخ مشترك وعن حاضر مشترك أيضا وعن مستقبل نتطلع إليه جميعا من أجل خدمة القيم الإنسانية والحضارية. واسمحوا لي أن أجدد لكم مرة أخرى عزم المملكة المغربية حكومة وشعبا مجندين وراء جلالة الملك نصره الله الذي كان السباق لإعلان هذه الظاهرة المرتبطة بتنظيم كأس العالم انطلاقا من كيغالي عاصمة رواندا، مشيرا في خطابه آنذاك إلى نوعية هذه التظاهرة واستثنائيتها بين بعد حضاري يربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط وبين فرصة سانحة للشباب بين ضفتي هذا البحر، فرصة سانحة للشباب الإفريقي والأوروبي للعمل جنبا إلى جنب لإظهار الحضارة المشتركة التي أشرت إليها ولإظهار أيضا القدرات الخلاقة لهذا الشباب لإنجاح تظاهرات من هذا الحجم. نعم، سيتجند المغرب
شعبا وحكومة وراء جلالة الملك إلى جانب إخواننا في إسبانيا والبرتغال من أجل خلق فضاء يتسع للجميع دون حصره في حدود جغرافية لم تكن أبدا ولن تكون أبدا سدا في وجه تنامي الحضارة وتنامي الفضائل الإنسانية. سنكون مجندين وراء جلالة الملك نصره الله لجعل هذه التظاهرة أحسن تظاهرة عرفتها كرة القدم عبر تاريخها، خاصة ونحن سنكون بصدد الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم سنة 2030. مرة أخرى مرحبا بكم في مدينة الرباط التي شهدت على الحضارة المشتركة للبلدان الثلاث، والتي ستشهد اليوم إعلانا تاريخيا سيسجله التاريخ بأحرف من ذهب في سجل تاريخ كرة القدم وكأس العالم، تاريخ يجسد إرادة مشتركة لتقديم ترشيح واحد بين ثلاثة بلدان وقارتين يجمعهما التاريخ والحاضر والمستقبل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ننتقل الآن للسيد فرناندو غوميش رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، فليتفضل مشكورا. Muito boa tarde. مساء الخير. أشكر أشكر السيد فوزي القجع على استقبالنا هنا في مدينة الرباط. أشكر كذلك حضور السيد بيدرو روشا في حضوره في هذا اللقاء المشترك حول الترشيح الثلاثي بين ثلاث دول وقارتين. السادة السفراء والمدعوين والصحفيين ووسائل الإعلام، اليوم هو فرصة تاريخية نعلن فيها بشكل رسمي الترشح أو التنظيم لكأس العالم 2030 فيفا التي ستتصادف مع الذكرى المئوية للتظاهرة. مش اسمحوا لي قبل أن أتطرق لهذا، لا أدع هذه الفرصة تمر بدون أن أشكر شخصا كان مهما جدا بالنسبة لنا بحضورنا، هو صديقي لويس غوفياليش الذي في يونيو في 2018 حينما كان الذي أطلق هذه المشاركة البرتغالية في هذا الملف، ولم أدع لا أستطيع أن أدع الفرصة لأشكر السيد والعمل والجهود التي بذلها هذا صديقي الرئيس، وكان له الفضل في أن أكون هنا الآن أمثل الملف البرتغالي. 2030 لن تكون فقط سنة لتنظيم حدث تاريخي، إنه هو طموح ثلاثي سيشكل محطة حاسمة في تاريخ كرة القدم. هذا هو تحدينا، هذا هو هدفنا. 2030 ستكون مستقبلا أكثر من الماضي. سنجدد، سنبتكر، سننظم حدثا دوليا مثمرا، حدثا لا يمر كل سنة، ولكن حدثا سيساهم في التنمية. سنترك بصمة، هذا أكيد من خلال التجربة التي سنقدمها، ولكن كذلك من خلال البنى التحتية التي سنقدمها للعالم بأسره.
القرار المتخذ من طرف الفيفا في بداية هذا الشهر كان قرارا تشرف تاريخنا، تعترف بقدرتنا على التنظيم، تمنح دولنا فرصة لإبراز كفاءاتنا، وتعترف كذلك في الأخير الحب والعشق اللامشروط لكرة القدم الذي هو شيء مشترك من بين الدول الثلاث المنظمة. اليوم نحتفل بكل فخر المسؤولية التي منحت لنا. نعرف بشكل جيد بأن هذا الأمر معقد، بأن تنظيم هذا التظاهر ليس بالأمر السهل، ولكننا قادرون على تنظيمه. تحدينا وهدفنا لم يبدأ اليوم، لقد عملنا منذ سنة خلت واستعددنا وقدمنا اقتراحات تتماشى مع قرار الفيفا. خلال الأشهر المقبلة سنقدم الملف الترشيح، وسيكون هذا الوثيقة الأساس لكل هذا المشروع. لا يجب الخلط ما بين إنسان يذهب بسرعة والإنسان يذهب ببطء. نحن نعرف أننا نسير، ولا يجب أن نكون متسرعين في اتخاذ القرارات الملائمة. إن الثقة هي قاعدة هذا القرار. هذه الرسالة اليوم أو خريطة النوايا هي الأساس الذي سنبرز له من خلال للفيفا إرادة كل دولة واستعداد كل دولة من هذه الدول الثلاث للعمل معا من أجل اقتراح، من أجل تنظيم احتفال كروي لا نظير له. لن تكون المرة الأولى التي ستنظم فيها كأس العالم في القارة الإفريقية، لن تكون كذلك المرة الأولى التي سينظم فيها كأس العالم في إفريقيا، ولكن سيكون المرة الأولى التي سينظم فيها المونديال في قارتين في نفس الآن. مونديال سيجمع ما بين قارتين متقاربتين، وهذا الشيء يجعلنا سعداء، لأن هذا يمثل في الحاضر وكذلك لما يمثله في مستقبل المنافسات المنظمة في والأجيال القادمة. شكرا على إنصاتكم. Obrigado سيد فرناندو غوميش، شكرا لك رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم. ننتقل الآن إلى سيد بيدرو روشا رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم. أيمتم مساء حضرات السيدات والسادة، وشكرا على حضوركم ممثلي السلطات والسفراء واللجنة التنظيمية وممثلي وسائل الإعلام. أود بدوري أن أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأود أيضا أن أتوجه بالشكر للسيد فرناندو غوميز رئيس الجامعة الإسبانية البرتغالية لكرة القدم، وأهنئكم على فريق العمل الذي تم إحداثه والذي يجمع الاتحادات الثلاث. يشرفني أن أحضر إلى الرباط لإضفاء الطابع الرسمي على ترشيحنا الثلاثي، ترشيح يجمع إسبانيا والبرتغال والمغرب. أود أن أنتهز هذه السانحة لأعبر عن تعازي الحارة وتضامني مع كل من عانوا من زلزال 8 من شتنبر أيلول الماضي، ونحن نقف إلى جانبكم. في حقبة الأزمات كتلك التي نعيش فيها اليوم، من المهم أن نشير أن 3 بلدان من قارتين يتحدون من أجل تنظيم مونديال مشترك، وهو درب السلام. هذا الترشيح دليل على الاتحاد والتضامن، لأنه يجمع بين ثقافات متعددة في ظل الاحترام. نحن إزاء فرصة فريدة للتعاون بين الاتحادات الثلاث والبلدان الثلاث والشعوب الثلاث. علاوة على ذلك، سيكون المونديال القادم أو سيخلف هذا المونديال إرثا مهما في البلدان الثلاثة وفي العالم برمته.
من يحب كرة القدم يعمل منذ سنوات حتى يكون هذا الحلم حقيقة، فنحن نؤمن به، ولكن ما زال الدرب أمامنا طويلا قبل أن ننهي تفاصيل ملف الترشيح في أفق شهر يونيو حزيران القادم. بالإضافة إلى ذلك نلتزم بإحاطة عشاق كرة القدم بمستجدات هذا المسلسل، لأننا نريد أن يتواصل هذا الطموح ويتضاعف في وسط عشاق الساحرة المستديرة. يشرفني كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم أن نوقع على خطاب النوايا بكل ما يحمله ذلك من معاني. أمامنا مشروع مشترك سيجعل بلداننا أكثر طموحا، فلنجعل هذا الحلم حقيقة. المرة الأخيرة التي اجتمعنا فيها أنا وفوزي وفرناندو غوميز احتفظت بكلمات قالها فوزي، ألا وأن الأمر يتعلق بترشيح فقط. البلدان الثلاث أضحت موحدة وملف موحد، وهذا هو الدرب الذي يجب أن نسير فيه. ونعرب عن امتناننا وشكرنا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على إسهاماته لتطوير هذه الرياضة. شكرا جزيلا على إصغائكم. شكرا للسيد بيدرو روشا رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم. إذن كما استمعتم للكلمات لرؤساء الاتحادات الثلاث في الحفل الذي سنتابعه مباشرة، وهو حفل التوقيع الرسمي لخطاب النوايا الذي سيبعثه الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميا لإثبات الترشيح المشترك بين كل من المملكة المغربية والبرتغال وإسبانيا لاستضافة هذا الحدث العام. الآن سوف نتابع التوقيع الرسمي لهذا الحدث، وهو نية استضافة المشتركة. سنتابع معكم هذا الحفل والتوقيع الرسمي للمصورين بإمكانهم أن يأخذوا صور مباشرة لهذا التوقيع. تفضل بالنسبة للتوقيع، مراسم التوقيع. نذكر بأن هذا التوقيع أو هذه الأشياء تدخل في إطار دفتر التحملات التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر مراحل متعددة. آخر أجل في نهاية هذا الشهر لتقديم هذا الملف، وأكيد أنه ينتقل فريق من فريق العمل للحضور إلى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم لوضع هذا الملف رسميا. الآن صورة تذكارية، بإمكان المصورين أن يلتقطوا الصور إذا أرادوا. إذن كانت هذه الصورة تذكارية للترشيح المشترك بين الاتحادات الثلاث، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الجامعة أو الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، والجامعة الملكية الإسبانية لكرة القدم. الآن نفسح المجال للمؤتمر الصحفي، ومدة المؤتمر الصحفي 20 دقيقة كما حددتها اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر، ونتمنى أن تكون الأسئلة مباشرة لكي نفسح المجال أكثر لعدد أكثر من الصحفيين، ونحاول أن ننوع ما بين الإخوان الزملاء الصحفيين القادمين من إسبانيا والبرتغال، وأيضا الزملاء الصحفيين المعتمدين هنا من المغرب في هذه الندوة. نبدأ بأول تساؤل، ونتمنى أن يكون التساؤل، أعتقد أننا نرحب